طبعا يا جماعه الفيديو ده بتاع التحصين اللي احنا وعدتكم بيه. طبعا كنت ناسي ميعاد التحصين وعلي هو اللي فكرني. طبعا تحصين اهو. وقبل ما نبدا باي حاجه تنسوش الصلاه على النبي ولايك على الفيديو وشير للخير باذن الله. طبعا اللي معانا هي هتولد كمان يومين. وطبعا اهو التحصين شكله في لا السرنجه وشكله هو في ايه بره. هو ده التحصين موحد في مصر كلها. طبعا الام 2 سم سايب خلف من اول 45 يوم كده 1 سم. طبعا الام معاها خلفه اهي برضه بحصنها 2 سم زي ما قدامكم اهو. 2 سم تحت الجلد اهو مفيش اي مشكله. طبعا الناس اللي بتسالني امتى احصن وعايز احصن اليومين دول احصن ايه، اول حاجه تبتدي بها اليومين دول بكتيري. ابتدي بالبكتيريا الاول وبعد كده فكر في الفيروس. طبعا انا محصن قدامكم اهو، شغل قدامكم عالي. طبعا يا جماعه بلاش الام اللي عندها ظروف صحيه او مشكله او تعب او دور برد بلاش تحصن عين السنتي بتاعها في التلاجة احسن. دي معلومه تفيدك. لو الام عندها ظروف صحيه ما تحصنهاش، عين التحصين في التلاجة ما فيهاش اي مشكله ولا يزعلك في حاجه ما دام في التلاجة. امتى حصن بقى يا غالي؟ التحصين ده كل 3 شهور. انا عن نفسي بحصنه كل شهرين ونص، بلحم التحصين في بعضه. امتى تزعلك؟ اما بحصل اي حاجه عندها اي مشكله او تعب بتزعلك لا قدر الله، خاف على حاجتك ومالك وامشي معانا في التحصين. لان الحاجه دي ماشيه بلقاحات سنويه وشهريه لازم تاخد بالك. دي بيتحصل 4 مرات في السنه والفيروسي مرتين بس في السنه. ما تنساش بقى يا صاحبي بقى تكتب في الكراسه ميعاد التحصين، عشان مش كل مره بقى تسال ميعاد التحصين امتى، الاقيك رافع بوست التحصين امتى وايه اللقاحات اللي بتتاخد في السنه. ما عندناش عايزين نسمع الدوشه ديت اهو. نطلع لكم في فيديوهات وبنحصن قدامكم وكل حاجه قدامكم. يعني ايه، لازم كل واحد يكون ماشي كده بمبدا الشغلانه دي اللي عاوز يخش فيها لازم يكون فاكر بقى ميعاد التحصين. يكتب في كراسه، عامل جدول لنفسه، عامل جدول لشغله. ونمشي بمرض الله ونظبط حاجتنا بالورقه والقلم. مفيش اي حاجه تضيع منك ولا هتنسى اي حاجه. زي ما انا كنت هنسى مع اني مسجل وبنسى. فعايز برضه فكرني. وما تنساش بقى تحسن الجمال بتوعك دول اللي انت سايبهم ليك احلال. طبعا 2 سم زي اي بنحصن دي 2 سم. والعمر الاقل اللي هو عمر شهرين مثلا او شهرين ونص، اللي هو لسه بقى شهرين ونص سنت واحد اللي هو الاحلال. مش شرط بقى انك تحسن اللي هو هيطلع لحم ما تحسنوش، مفيش اي مشكله لانه كده كده طلع لحم هنكلف عليه بالزياده ملهاش لازمه، واحنا عايزين نلمها شويه. ما تنساش بقى وانت بتجيبه من عند البيطري تاخد التحصين في تلج. اهم حاجه التحصين في التلج، لان انت لو خدته ومشيت وبرد منك التحصين ما عادش ليه لازمه. لازم يكون التحصين بتلج يا جماعه اهو. بنحصنه وهو ساقع. التحصين دي بتحصن وهو ساقع. جبته وهتحطه عندك شهر ولا حاجه بيتحط في باب التلاجة، تكون عامل لك كيسه زي دي تلج فوق عشان لو انت تيجي من مشوار ولا حاجه. اهم حاجه التحصين يبقى التلج، ودي حاجه مهمه لازم اقولها لكم. وريت يا جماعه تنسوش بالفيديو دي لايك وشير على قد للخير.